ابطال تالتة اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحه وافضل حال. ان شاء الله النهارده هناخد الدرس الاولاني في الوحده الاولى بعنوان قارات العالم، الموقع والمساحه. قبل ما نبدا حابب انوه على حاجه مهمه جدا، يا ريت ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، لان هم مستاهلين قوي ومستنيين قوي الدعاء بتاعك، وطبعا ندعي لهم بالثبات والتوفيق. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الاولاني في الوحده الاولى زي ما انا لسه قايل، الموقع والمساحه. يبقى احنا ان شاء الله هناخد الدرس الاولاني قارات العالم، الموقع والمساحه. وانا عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط فاحنا هنرتب القارات من الكبير للصغير ونتعرف عليهم. اول قاره عندي هي قاره اسيا، بعد كده قاره افريقيا، بعد كده قاره امريكا الشماليه، ثم امريكا الجنوبيه مسكوتش، وبعد كده قاره القطبيه الجنوبيه، بعد كده قاره اوروبا، واخر قاره واصغر قاره هي قاره استراليا. انا كده رتبت القارات من الكبير للصغير. اكبر القارات اسيا، يليها قاره افريقيا، يليها امريكا الشماليه، ثم امريكا الجنوبيه، ثم القاره القطبيه الجنوبيه، ثم قاره اوروبا، واخيرا قاره استراليا. يبقى اكبر القارات جدع قاره اسيا، اصغر القارات قاره استراليا، تاني اكبر القارات انا قلت رقم 2 تبقى قاره افريقيا، وهكذا. طيب ده بالنسبه للقارات. طب يا مستر بالنسبه للمحيطات، قبل ما ابدا في المحيطات حابب اقول لك ان انا عندي هنا المحيط الهادي، وكذلك عندي هنا المحيط الهادي. هل هم 2؟ هم 1. طب الاثنين دول جم منين؟ اقول لك ان الارض كرويه الشكل، وخدنا الكلام ده في سنه اولى. فلما انا جبت الارض دي فردت كده بشكل مسطح عشان اقدر ادرسها، فاعتبرت ان انا عندي 2 بس هم 1، فبعملهم ان هم محيط واحد، لان هم في الحقيقه هو محيط واحد، ولكن احنا عشان فردنا الارض وعملناها بشكل مسطح فبان عندي 2. طيب يبقى انا كده بعد ما رتبت القارات عايز ارتب المحيطات، وكذلك من الكبير للصغير. طيب عندي اول محيط المحيط الهادي رقم 1. رقم 2 من حيث المساحه المحيط الاطلنطي، ايوه كل ده كده المحيط الاطلنطي سامعك. رقم 3 المحيط الهندي. واحد يقول لي ليه سموه هندي؟ اقول لك لان دي دوله الهند فهم بيقولوا عليه المحيط الهندي. رقم 4 المحيط القطبي الشمالي. 5 واخيرا المحيط القطبي الجنوبي. يبقى المحيط القطبي الجنوبي وبعد كده المحيط القطبي الشمالي. يبقى انا كده رتبت المحيطات من الكبير للصغير. قلت المحيط الهادي زي ما انا ماشي، المحيط الاطلنطي زي ما انا ماشي، المحيط الهندي نزلت تحت المحيط القطبي الجنوبي، طلعت فوق المحيط القطبي الشمالي. يبقى ما هو اكبر المحيطات؟ المحيط الهادي. تاني اكبر المحيطات المحيط الاطلنطي. ثالث اكبر المحيطات المحيط الهندي. رابع اكبر القطبي الجنوبي، واصغر المحيطات هو المحيط القطبي الشمالي. طيب بعد ما انا خدت ترتيب القارات تنازلي من الكبير للصغير وعرفت اسمائهم، وبعد ما خدت ترتيب المحيطات تنازلي وبرضه عرفت اسمائهم، تعال بقى ناخد الموقع بالنسبه لكل قاره. وعشان اكون صريح معاك، انا ما اقدرش اذاكر دراسات دراسات غير لما اكون عارف حاجه اسمها خريطه الاتجاهات. ايه خريطه الاتجاهات دي؟ البوصله. ايه البوصله دي؟ اللي من غيرها يا كابتن ما اقدرش اذاكر، ما اقدرش افهم. ده لو كنت بتفهم. درجات احنا سمعتنا وحشه. اول حاجه عندي الشمال، تاني اتجاه عندي الجنوب، وبعد كده عندي الشرق، وبعد كده عندي الغرب. يبقى دي الاتجاهات بتاعتي اللي من غيرها انا ما اقدرش اذاكر يا كابتن، اللي من غيرها انا ما اقدرش افهم. يبقى انا عندي الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. فاكر لما كنت بقعد اقول لك في سنه اولى اكتبها 10 و15 مره في الكشكول؟ ليه؟ عشان لما يجي يوم زي ده، لما يجي يوم ده ما تقولش ما خدتهاش، ما تقولش ما سمعتهاش، ما تقولش ما اعرفهاش. لا دي كارثه، كارثه كبيره يا بوحه. سعادتك بتكلمني؟ طيب يبقى انا عندي خريطه الاتجاهات بتاعتي الشمال، الجنوب جدع، الشرق، الغرب. طيب دي يا مستر قديمه وانت قلتها لنا قبل كده، معظمكم ناسيها بس ادينا قلناها. تعالى بقى نعرف يا مستر، انا هعرف موقع القارات عن طريق حاجتين، حاجه اسمها الموقع الفلكي، وحاجه اسمها الموقع الجغرافي. يبقى انا هعرف حاجه اسمها الموقع الفلكي وهعرف حاجه اسمها الموقع الجغرافي. طب انا هحفظهم ازاي؟ المستر بيقول لك لما يجي يتكلم عن الموقع الفلكي انا بديله رمز. رمز ايه؟ رمز النجمه. ايه رمز النجمه ده بقى؟
يعني انا دلوقتي عشان اشرح لحد او افهمه يعني ايه موقع فلكي، انا اديته رمز النجمه، انا من عندي اديته رمز النجمه ده، يبقى هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. هو انا دلوقتي لو ركبت سفينه فضاء وخدت بعض وطلعت رحت عند النجوم، هشوف بني ادمين؟ لا، ومش هشوف حد، هشوف خطوط الطول ودوائر العرض. يبقى الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. ممتاز، مش عايز منك اكتر من كده. يبقى الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب نيجي للموقع الجغرافي. قال لك الموقع الجغرافي المستر بيقول عليه جي بي اس. ايه الجي بي اس ده؟ انا بقول عليه جي بي اس. ايه الجي بي اس ده؟ طيب تعالى كده مع حضرتك، خرجت يوم اجازتك، رحت مكان عجبك، كلت شربت وتصورت يجي 50 صوره، ونزلت ال 50 صوره على التيك توك والفيسبوك وعلى الواتساب، بهدلتنا. فواحد صاحبك دخل كلمك قال لك ايه المكان الحلو ده؟ صورت فين؟ انا عايز اروح. فانت هتبتدي توصف له، تقول له والله انت هتنزل من الحته الفلانيه، هتركب الحته، هتلاقي قصاده مش عارف في محل وجنبه مش عارف. يبقى انت كده بتوصف له ايه؟ بتوصف له المكان اللي انت رحت فيه. يبقى هو ده الموقع الجغرافي. بتبعت له الجي بي اس، لما تقول له بقى هيقول لك ابعت لي اللوكيشن، هو ده الجي بي اس. يبقى الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبه لليابس والميه. جدع. يبقى الموقع الفلكي بحفظه؟ لا، انا برسم نجمه. طب الموقع الجغرافي برسم له الجي بي اس او بكتب له كلمه الجي بي اس. طب يا مستر الموقع الفلكي يعني ايه؟ نجمه. يبقى هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. شكرا. الموقع الجغرافي جي بي اس عباره عن ايه؟ جي بي اس يعني لوكيشن، يعني انا هبعت لواحد صاحبي لوكيشن عشان المكان. يبقى هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. ما ينفعش تنسوا. لا ما ينفعش نسوا. اوكي؟ طيب يبقى انا كده خدت الموقع الجغرافي وخدت الموقع الفلكي. انا كل قاره من دول هتكلم فيها عن الموقع الجغرافي بتاعها، واتكلم عن الخطوط او دوائر العرض اللي بتمر بيها. طيب تعالى مع بعض واحده واحده. اول حاجه نبتدي باكبر القارات الا وهي قاره اسيا. قاره اسيا تعتبر من اكبر قارات العالم. قاره اسيا لو جينا نتكلم عن الموقع الجغرافي بتاعها هنقول من الشمال المحيط القطبي الشمالي، ومن الجنوب المحيط الهندي، ومن الشرق المحيط الهادي. جدع، سامعك اللي بتقول معايا المحيط الهادي، ماشي. ومن الغرب عندي قارة أوروبا دي واحد، قارة أوروبا واحد. عندي البحر المتوسط 2، وهتلاقيه مكتوب عندك في ملزمة الشرح. وعندك رقم 3 البحر الأحمر. يبقى أنا عندي الموقع الجغرافي لقارة آسيا أكبر القارات: شمالا المحيط القطبي الشمالي، جنوبا المحيط الهندي، شرقا المحيط الهادي، أيوة أكبر المحيطات، غربا أقف 3 أقف، هقف عند قارة أوروبا، هقف عند البحر المتوسط، وهقف عند البحر الأحمر. كده أنا خلصت الموقع بتاعها. طيب بعد ما أنا خدت الموقع الجغرافي بتاعها، هو هنا في الكتاب مديني بعض المعلومات اللي المفروض أعرفها عن قارة آسيا. طب إيه المعلومات دي؟ تعالى مع بعض. قال لي من ضمن المعلومات اللي هو بيقول لك إن قارة آسيا بتعتبر شبه جزيرة كبيرة. تقول لي طب أنا تمام معاك، بس أنا مش فاهم يعني إيه شبه جزيرة كبيرة. أقول لك طب ما تيجي الأول نرجع كده، هو يعني إيه جزيرة؟ قال لي يا مستر الجزيرة هي عبارة عن قطعة من اليابس بيحيط بها المياه من 4 اتجاهات. شكرا. طب شبه الجزيرة تاني قطعة من اليابس بيحيط بها الماء من 3 اتجاهات بس. طيب هو بيقول لي ان قارة آسيا شبه جزيرة. طب ما تيجي نطبق مفهوم شبه الجزيرة عليها ونشوف هل الراجل ده بيتكلم صح ولا بيضحك علينا. طيب قال لي قارة آسيا شبه جزيرة كبيرة لأن بيحيط بها المياه من 3 اتجاهات بس. ايه هما الاتجاه الأولى؟ المحيط القطبي الشمالي ادي جهة، المحيط الهادي ادي تاني جهة، المحيط الهندي ادي تالت جهة. طب رابع جهة؟ لا، رابع جهة دي قارة أوروبا. يبقى صح. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر تعتبر قارة آسيا شبه جزيرة كبيرة، أقول له لأن المياه بتحيط بها من 3 اتجاهات بس. طب إيه هما ال3 اتجاهات؟ المحيط القطبي الشمالي، المحيط الهادي، والمحيط الهندي. يعني أنا هكتبهم له في الامتحان قطب؟ لا، بس أنت تبقى فاهم يا كابتن، لازم تبقى فاهم هما إيه ال3 اتجاهات اللي بيحيطوا قارة آسيا. طيب تاني معلومة عايزين نعرفها عن قارة آسيا، إن هي شبه جزيرة وحواليها فيها أشباه جزر. طب إيه أشباه الجزر اللي موجودة حوالين قارة آسيا؟ قال لي عندي حاجة اسمها شبه جزيرة المالايو، موجودة هنا أهو في المنطقة دي أهي، شبه جزيرة المالايو. وعندي شبه الجزيرة العربية.
يبقى من أمثلة أشباه الجزر الموجودة حول قارة آسيا عندي شبه جزيرة الملايو، وعندي شبه الجزيرة العربية اللي فيها الإمارات والسعودية وقطر واليمن. أيوة كل دي اسمها شبه الجزيرة العربية. يبقى قارة آسيا شبه جزيرة كبيرة، الإجابة أيوة. قارة آسيا حواليها فيها أشباه جزر، أيوة، زي شبه جزيرة الملايو وشبه الجزيرة العربية. طب قارة آسيا حواليها جزر؟ أقول لك أيوة. زي إيه؟ عندي جزر اليابان. زي إيه؟ زي جزر الفلبين. زي إيه؟ زي جزر أندونيسيا، دي اسمها أشباه جزر. آسف، اسمها جزر مش أشباه جزر. يبقى يا مستر قارة آسيا بتعتبر شبه جزيرة كبيرة؟ الإجابة أيوة، لأن المياه تحيط بها من 3 اتجاهات، 1 2 3. طب يوجد في قارة آسيا أشباه جزر؟ الإجابة أيوة. عندي شبه جزيرة الملايو، هعملها لك بلون مختلف الأزرق، وعندي شبه الجزيرة العربية. طب قارة آسيا بتحتوي على جزر؟ أيوة، زي جزر اليابان، عندي زي جزر الفلبين، وعندي زي جزر أندونيسيا. ده بالنسبة لقارة آسيا. يبقى أنا عرفت إن قارة آسيا بيحدها من الشمال المحيط القطبي الشمالي، من الجنوب المحيط الهندي، من الشرق المحيط الهادي، ومن الغرب أقف 3 مرات، هقف عند قارة أوروبا، وأقف عند البحر المتوسط، وهقف عند البحر الأحمر. من ضمن المعلومات اللي برضو المفروض نكون عارفينها عن قارة آسيا ألا وهي بيفصل قارة آسيا، أجيبها لك بلون مختلف، بيفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا جبال اسمها جبال الأورال، موجودة عندك هتلاقيها في الكتاب، جبال الأورال معمولة بالخط الأخضر اهو، جبال الأورال. جبال الأورال بتفصل ما بين آسيا وما بين أوروبا. كمان من ضمن المعلومات المهمة جدا إن قارة آسيا بتنفصل عن قارة أفريقيا عن طريق البحر الأحمر. يعني البحر الأحمر بيفصل ما بين قارة آسيا وما بين قارة أفريقيا. كمان قارة آسيا بتتصل بقارة أفريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء، هتلاقي موجودة عندك الحتة البيضاء الصغيرة دي شبه جزيرة سيناء. ولذلك معلومة ليك، هم بيقولوا على مصر دولة أفرو أسيوية. طب ليه أفرو أسيوية؟ لأن جزء منها في قارة أفريقيا وهو الجزء الأكبر، والجزء الآخر والمقصود هنا بيه شبه جزيرة سيناء موجود في قارة آسيا، ولذلك مصر دولة أفرو أسيوية. طيب يبقى أنا عندي يفصل آسيا عن أوروبا جبال الأورال، إنما يفصل آسيا عن أفريقيا البحر الأحمر، وبتتصل آسيا بأفريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. وبرضو قارة آسيا عندنا بتقترب من قارة أفريقيا عن طريق مضيق باب المندب. يبقى بتفصل البحر الأحمر آسيا عن أفريقيا، بتتصل آسيا بأفريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء، إنما بتقترب آسيا من أفريقيا عن طريق مضيق باب المندب. في قارة آسيا، وهي تبان إن هي قارة رخمة شوية لكن لا رخمة ولا حاجة، إن أنا عندي قارة آسيا بتحتوي على أكبر بحر مغلق في العالم اسمه بحر قزوين. أيوة قزوين. فعندك أكبر بحر مغلق قاف اسمه قزوين قاف، يبقى قاف عامل مشترك، يبقى أكبر بحر مغلق قاف اسمه قزوين قاف في قارة آسيا. يبقى أكبر بحر مغلق قاف موجود في قارة آسيا ويسمى قزوين. كده يبقى احنا خلصنا المعلومات اللي المفروض نعرفها عن قارة آسيا. نخش على القارة اللي بعدها. طيب تاني قارة معايا، وهي تاني قارة من حيث المساحة، ألا وهي قارة أفريقيا، اللي تعتبر مصر جزء من قارة أفريقيا. طيب قارة أفريقيا هتكلم فيها عن الموقع الجغرافي، يحدها من الشمال البحر المتوسط، ويحدها من الغرب المحيط الأطلنطي، ويحدها من الشرق البحر الأحمر رقم 1 والمحيط الهندي رقم 2. يبقى قارة أفريقيا بيحدها من الشمال ممتاز البحر المتوسط، من الشرق البحر الأحمر والمحيط الهندي، ومن الغرب المحيط الأطلنطي. طيب قارة أفريقيا من القارات المهمة جدا، واللي بتحتوي على المركز الثاني من حيث المساحة، بيفصلها عن قارة أوروبا البحر المتوسط، وبتقترب من قارة أوروبا عن طريق مضيق جبل طارق، موجود عندك، افتح قدامي عشان تبقى شايف أكتر لو الصورة مش واضحة. يبقى أنا عندي
تفصل افريقيا عن اوروبا البحر المتوسط، وتتصل او تقترب قاره افريقيا من اوروبا عن طريق مضيق باب المندب. وبيفصل البحر الاحمر لسه قايلينه افريقيا عن اسيا، وبتقترب افريقيا من اسيا عند مضيق باب المندب. طيب من ضمن برضو المضايق المهمه جدا زي ما احنا قلنا مضيق جبل طارق اللي بيفصل ما بين افريقيا واوروبا، وبين مضيق باب المندب اللي بيفصل ما بين افريقيا واسيا، عندي هنا مضيق اسمه مضيق موزمبيق، وده بيفصل ما بين جزيره مدغشقر وافريقيا، او موجود ما بين جزيره مدغشقر وافريقيا، حتى هو اسمه مضيق موزمبيق ما بين مدغشقر، موزمبيق قاف ومدغشقر قاف، في عامل مشترك يا كابتن. يبقى جزيره مدغشقر بيفصل بينها وبين افريقيا مضيق موزمبيق، قاف وقاف عامل مشترك، براحتك انت. يبقى دي بالنسبه لنا قاره افريقيا، بيحدها من الشمال البحر المتوسط، من الشرق البحر الاحمر والمحيط الهندي، من الغرب جدع سمكه اللي بتقول المحيط الاطلنطي. اما بالنسبه لاهم المعلومات اللي المفروض اعرفها عن قاره افريقيا الا وهي ان انا عندي البحر المتوسط بيفصل ما بينها وما بين اوروبا، وكذلك مضيق جبل طارق، وعندي هنا البحر الاحمر بيفصل ما بين قاره افريقيا وما بين اسيا، وكمان مضيق موزمبيق، وعندي اخر حاجه مضيق موزمبيق بيفصل ما بين جزيره مدغشقر وما بين قاره افريقيا. طيب بكده يبقى عرفنا المعلومات الخاصه بقاره افريقيا. تعال ناخد القاره اللي بعدها. تعال ناخد القاره اللي معانا وهي قاره اوروبا. قاره اوروبا بمنتهى البساطه عشان نعرف الموقع الجغرافي بتاعها لازم نعمل الخريطه بتاعتنا، الشمال، الجنوب، وده الشرق، وده الغرب. طيب عندي في الشمال المحيط القطبي الشمالي، وعندي في الجنوب البحر المتوسط، وعندي في الشرق قارة آسيا، وعندي في الغرب المحيط الأطلنطي. يبقى أنا عندي الموقع الجغرافي بالنسبة لقارة أوروبا المحيط القطبي الشمالي، هو اسمه محيط قطبي شمالي فموجود في الشمال، عندي البحر المتوسط في الجنوب، وعندي قارة آسيا موجودة في الشرق، وعندي المحيط الأطلنطي موجود في الغرب. طيب إيه المعلومات اللي عايزين نعرفها عن قارة آسيا أو اللي عايزين نعرفها عن قارة أوروبا؟ أنت بالنظر هتلاقي إن قارة أوروبا متعرجة. بص السواحل بتاعتها عاملة إزاي؟ زجزاج، مش مستوية، مزجزجة. بص أهي زجزاج. طب يا مستر إيه النتائج المترتبة على إن قارة أوروبا متعرجة في سواحلها؟ كلمة متعرجة زجزاج، إيه اللي مخليها متعرجة في سواحلها؟ أو إيه النتائج اللي مخليها متعرجة في سواحلها؟ قول له بمنتهى البساطة إنشاء الموانئ الطبيعية. فالنتائج المترتبة على تعرج سواحل قارة أوروبا إنشاء الموانئ الطبيعية. فأنا مش محتاج أصرف فلوس كتير عشان خاطر أعمل مينا، لا هي الموانئ بتبقى معمولة جاهزة بسبب إن السواحل بتاعتي ممتاز زجزاج أو متعرجة. طيب ايه الحاجات اللي عايز اعرفها؟ هنعيد على الحاجات اللي لسه قايلها وكلام مش جديد، ان جبال الاورال بتفصل ما بينها وما بين قاره اسيا، وان البحر المتوسط بيفصل ما بينها وبين قاره افريقيا، وان مضيق جبل طارق هو برضو بتقترب منه قاره اوروبا عن قاره افريقيا. طيب ده بالنسبه لقاره اوروبا. طيب القاره اللي بعدها قاره امريكا الشماليه. طيب ناخد الموقع الجغرافي بتاعنا اللي هو زي ما احنا قلنا الشمال، الجنوب، الشرق والغرب. في الشمال عندي المحيط القطبي الشمالي، وعندي في الجنوب خليج المكسيك والبحر الكاريبي، عندي في الشرق المحيط الأطلنطي، وفي الغرب المحيط الهادي. ايه المعلومات اللي عايزين نعرفها عن قارة أمريكا الشمالية؟ الموضوع ببساطة هي حاجة واحدة. ايه يا مستر الحاجة دي؟ أقول له مضيق بيرنج. ايه مضيق بيرنج ده؟ قال لي ده مضيق بيفصل ما بين قارة أمريكا الشمالية وقارة آسيا. إيه اللي ودانا آسيا يا مستر؟ إحنا في أمريكا الشمالية. أقول لك طب ما هو المضيق بيفصل ما بين أمريكا الشمالية وما بين آسيا. حضرتك بتقول إيه؟ يعني إيه يا مستر؟ طب تعال نرجع كده. نرجع فين قارة آسيا؟ لا نرجع للي قبلها. بص كده دي خريطة قارات العالم. مش أنا قلت لك إن الأرض كروية الشكل؟ يا مستر أنت قلت. طيب يعني انا دلوقتي المفروض الارض تبقى عامله كده شبه الكوره؟ ايوه يا مستر انت قلت. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ انا لو جيت بصيت هنا هلاقي ان الحته دي لو انا عملت الكوره كرويه الشكل كده ان الحته ديت متصله بالجزء ده في مضيق اسمه مضيق بيرنج. يبقى الحته دي
متصله بالجزء ده في مضيق اسمه مضيق بيرنج. نرجع بقى للقاره بتاعتنا، نرجع للقاره بتاعتنا، قاره امريكا الشماليه. يبقى عرفت الموقع الجغرافي: شمالا المحيط القطبي الشمالي، جنوبا خليج المكسيك والبحر الكاريبي، شرقا. عرفت منين شرقا يا مستر؟ من غير ما اعرف، ما انا رسمت الخريطه اهي بتاعتي وعرفت ان ده الشرق وده الغرب وده الشمال وده الجنوب. هتقول يا مستر بس انا لسه ما ذاكرتهمش. طب مستني ايه؟ ما تقعد تذاكرهم. روح بقى ذاكرهم واكد عليهم واكتبهم بدل المره 10 عشان لما ترجع تعرف تحل. يبقى انا عندي خليج المكسيك والبحر الكاريبي في الجنوب، شرقا المحيط الاطلنطي وغربا المحيط الهادي. المعلومه الوحيده اللي عايزين نعرفها عن قاره امريكا الشماليه الا وهي ان انا عندي هنا مضيق بيرنج، وده بيفصل ما بين جدع اسيا وما بين امريكا الشماليه. تعال بقى نتكلم عن القاره اللي معانا وهي قاره امريكا الجنوبيه. هنتكلم فيها عن الموقع الجغرافي. في الشمال عندي البحر الكاريبي، عندي في الشرق المحيط الأطلنطي، عندي في الغرب المحيط الهادي. يبقى الموقع الجغرافي أقوله تاني: في شمالا البحر الكاريبي، شرقا المحيط الأطلنطي، غربا المحيط الهادي. طب يا مستر ايه المعلومات اللي عايز تقولها لنا عن قارة أمريكا الجنوبية؟ هي معلومة واحدة فقط لا غير، ألا وهي إن قارة أمريكا الجنوبية بتشبه المثلث. أدي رسمته لك، قاعدته في مستر في الغرب ورأسه في الشرق، قاعد مثلث. يبقى لو جه قال لي صح وغلط قارة أمريكا الجنوبية تشبه المثلث، صح، هي فعلا بتشبه المثلث. طيب ايه تاني يا مستر؟ معانا قارة استراليا بتعتبر من أصغر القارات. طيب هتكلم فيها عن الموقع الجغرافي، وزي ما هرسم ده الشمال وده الجنوب، الشرق، الغرب. طيب في الشمال عندي بحر أرفورا، عندي في الجنوب وعندي في الغرب المحيط الهندي، وعندي في الشرق المحيط الهادي. يبقى في الشمال بحر أرفورا، في الجنوب وفي الغرب المحيط الهندي، وفي الشرق المحيط الهادي. من ضمن المعلومات اللي حابب انك تعرفها عن جزيرة او دولة او قارة استراليا انها بيفصلها ما بين وما بين جزر اندونيسيا. تقول لي جزر اندونيسيا دي انا سمعت الاسم ده قبل كده. ايوه، ما جزر اندونيسيا دي في قارة اسيا. فلو قلت لك يفصل بحر أرفورا ما بين استراليا وما بين جزر اندونيسيا صح، ولو قلت لك يفصل بحر أرفورا ما بين استراليا وما بين اسيا برضه صح. طيب يبقى انا عندي هنا بحر أرفورا، عندي في الجنوب والغرب المحيط الهندي، وفي الشرق المحيط الهادي. بعض الجزر الهامة التابعة لقارة استراليا: عندي نيوزيلندا الشمالية، وعندي نيوزيلندا الجنوبية، وعندي جزيرة تسمانيا. وعندي جزيرة ايه؟ تسمانيا. ده بالنسبة للمعلومات الخاصة بقارة استراليا. القارة اللي معانا بعدها وهي آخر قارة وهي قارة القطبية الجنوبية أو باسم تاني أنتاركتيكا. طيب القارة القطبية الجنوبية هي قارة متجمدة معظم فصول السنة، وبعض الدول الكبرى زي فرنسا وزي انجلترا وزي امريكا بيجروا فيها الابحاث النوويه اللي هي اختبارات الاسلحه الى اخره، وذلك بحيث لو حصل اي تسرب اشعاعي محدش يتضر لان هي ما فيهاش سكان. طيب هي موجوده فين؟ موجوده في اقصى جنوب الكره الارضيه، وبيحيطها من جميع الجهات المحيط القطبي الجنوبي. طيب انا كده خلصت القارات وعرفت الموقع الجغرافي وعرفت الموقع الفلكي بتاع كل قارة، ولكن السؤال هنا، نمسح بقى السؤال هنا يا مستر، ايه السؤال اللي عايز تسأله؟ خلاص كده الدرس خلص؟ هو بنسبة كبيرة 95% هو الدرس فعلا خلص، اخر بس جزئية ودي كنت حابك انك انت واحنا دلوقتي بنقولها تكون انت فاتح الخريطة قدامك.
نقدر نقول بوسط اسيا. يبقى ده مدار السرطان اهو ربنا بينا بعيد عنه، جنوب امريكا الشماليه، شمال افريقيا، نقدر نقول وسط قاره اسيا. طيب اللي بعده اللون، ناخد اللون الاصفر ده، ناخد مدار الجدي، هعمل عليه برضو بنفس الفكره نفس اللون عشان يبقى الامور واضحه. بيمر بجنوب قاره امريكا الجنوبيه، وبجنوب قاره افريقيا، وبشمال قاره استراليا. واخر جزئيتين معانا او اخر دائرتين وهنديهم اللون الاخضر. فين الاخضر؟ فين اهو الاخضر. الدائره القطبيه الشماليه، ودي بتمر بشمال اسيا وشمال اوروبا وشمال امريكا الشماليه. والدائره القطبيه الجنوبيه اللي بتمر بالقاره القطبيه الجنوبيه فقط لا غير، واللي بتتمركز كمان حولها. ده بالنسبه لدوائر العرض الرئيسيه، وكمان الدائره القطبيه الشماليه والدائره القطبيه الجنوبيه. يهمني بس نعرف يا شباب ان انا عندي المحيط القطبي الجنوبي بيحيط بالقاره القطبيه الجنوبيه من جميع الجهات، والمحيط القطبي الشمالي بيقع شمال قاره اسيا، وبيقع شمال قاره اوروبا، وبيقع شمال قاره امريكا الشماليه. بكده يبقى احنا خلصنا الدرس الاول، قارات العالم، الموقع والمساحه، وان شاء الله انتظرونا في فيديو تاني يكون خاص بالتدريبات. شكرا.